السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صحيح حنا ماشي ضد الشركة، صحيح حنا ماشي ضد زكريا الفتحاني، ولكني ضد الكذوب. حنا ما تنبغيوش الكلام الملفق اللي هو تيجي ضد في الناس المستثمرين، ضد في الناس مساكن اللي هما 60,000. هذا الكلام هذا اللي تيتقال كله كيمشي باش كيصب في الطريق على انه كيصب في الاتجاه ديال هضم الحقوق ديال اصحاب الحقوق اللي هما حنا. فلما كتكلم امام المحكمه وكتقول وكتشهد شهاده الزور على انه راه الناس واخدين المنتوج، كل شيء الناس واخدين المنتوج بالفلوس ديالهم امام المحكمه، هذا الشيء حرام صراحه. الانسان امام المحكمه تيخصو وهو شاهد، وشهاده الزور راه صعيبه. علاش الانسان ما يقولش الحقائق؟ علاش الانسان ما يقولش الحقيقه؟ علاش الانسان ما يتكلمش، ما يقولش على انه راه كاين واحد الفئه اللي خدات واحد طرف ديال الفلوس وخدات منتوج، وكاين واحد الفئه اللي هي داخله وعطات الفلوس ديالها وما خدات والو، كاين واحد يعني يتكلم بهذه المصداقيه اللي كاينه. فلما كيمشي الانسان وكينصب راسو كشاهد، راه ما كيتكلمش غير على راسو، راه كيتكلم على 60,000 واحد، وهو اللي كيدي الوزر ديالهم، لان الشهاده الزور ولا تزر وازره وزر اخرى. شهاده الزور راه وزر، وشهاده الزور راه يعني راه شي حاجه اللي هي عظيمه عند الله سبحانه وتعالى، لانه يقدر يمشيو لينا فلوسنا، يقدر يمشيو سميتو بزاف ديال الحوايج، نقدروا نضيعوا حنا في الفلوس، نقدروا نضيعوا في سميتو، ولكن على الاقل تكون عندنا كرامه، على الاقل يكونوا ولادنا يترباو مزيان ويترباو في واحد الظروف صحيه. ماشي ولادنا غادي يترباو في ظروف ديال المرض ويتربوا بجميع الاسقام، وغادي واش كتظنوا على ان داك الشيء غادي يكون فيه خير؟ ابدا. والله العظيم اللي ما خلصش هنا غادي يخلص غدا يوم القيامه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. مزيان تكون الشهاده ومزيان تكون سميتو، ولكني كيف تيقولوا شويه لربي وشويه لقلبي، ولكن في الشهاده كل شيء لربي، حتى حاجه ما هي لقلبي. فتكون الشهاده لله سبحانه وتعالى، واقيموا الشهاده لله. هذا الشيء اللي قال الله سبحانه وتعالى، واقيموا الشهاده لله. الشهاده راه عندها واحد الدلاله كبيره، وعندها واحد سميتو، ف لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. باش تبدا تشهد لاجل باش تبرأ، مزيان تبرأ. زكريا الفتحاني المدير ديال الشركه، مزيان تبرأ الشركه وماشي، ولكن ماشي بهضم الحقوق ديال الناس، ماشي في الشهاده تصب في الحقوق، في هضم الحقوق ديال الناس. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ايوا راه كل شيء غادي يخلص، كل شيء غادي يخلص غدا امام لقاء الله، يوم تشهد عليهم وايديهم وارجلهم والسنتهم يوم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله الحق المبين. وكذلك قالت على انه الحساب اللي محجوز عليه راه هو حساب محجوز على العمولات، العمولات ديال الناس. اما الناس راه ما واخدين، يعني الناس راه ما دافعين الفلوس ديالهم واخدين المنتوج. اما هذاك الشيء اللي هو في الحساب فهو العمولات ديال الموزعين. وكاينه كونطرا دايره، كاينه كونطرا موثقه مع الموزعين، دايره الشركه مع الموزعين على اساس على انهم يبيعوا المنتوج، على انهم يوزعوا المنتوج ويبيعوه، يدفعوا الفلوس ديالهم ويوزعوا المنتوج ويبيعوه. يعني المسائل كلها طرحتها امام القضاء بهذه الطريقه ديالها، بالطريقه اللي هي المعهوده دائما اللي كتكلم معنا بها، هي الطريقه اللي تكلمت بها امام المحكمه، ولكن بواحد الشكل اللي هو بواحد التركيز وبواحد القناعه وبواحد يعني بواحد الايجابيه كبيره تكلمات. صراحه هي هذه كما وصفوا لنا الاخوان، بليك زعما حتى هي دارت مرافعه، بحال كتكلم بحال شي محاميه كتكلم، دارت مرافعه.